كل ترس وله حكايه. البس الخوذه، يلا بينا نبدا فيديو جديد على قناه ميكانيكي بايك. قبل ما تشتري عجله لازم تسال نفسك سؤال مهم: هل العجله دي مناسبه مع طولك ووزنك ولا لا؟ ليه لازم اختار عجله مناسبه مع طولي؟ عشان للاسف لو انا ما اخترتش عجله مناسبه مع طولي هحس بوجع في ظهري ومفاصلي ووجع في رقبتي، فمش هبقى مرتاح وانا راكب العجله. طب ايه الطول المناسب مع العجله اللي انا هختارها؟ لو انا مثلا هختار عجله جبليه او ماونتن، يبقى الطول المناسب لو انا طولي اقل من 160 سم يبقى اختار عجله مقاس 26. لو انا طولي من 160 ل 175 يبقى اختار عجله مقاس 27 ونص. طب لو انا طولي فوق ال 175 بختار عجله مقاس 29. طب لو انا هختار دراجه طريق رود او هايبر، هنا بتختلف شويه عشان هنا بتتحسب بالسنتي، الماونتن او الجبليه بتتحسب بالانش. فلو انا مثلا طولي 160 لحد 170 هركب عجله من مقاس 50 سم لمقاس 54 سم. طب لو انا طولي فوق ال 170 لحد 180 هركب عجلة مقاس 56 لحد 54 في الرينج ده. طب لو أنا طولي فوق ال 180 سنتي هركب عجلة مقاس 56 فيما فوق، يعني 56 58 60. ودي في الأغلب بتلاقيها في عجل الاستيراد. طبعا كل عجلة وليها حد حمولة معين، فأنت أغلب العجل معاك من 100 ل 120 كيلو. لو أنت وزنك أزيد من كده بتجيب عجلة ماونتن أو جبلية عشان دي بتستحمل أوزان أعلى. طب الضغط بتاع الكاوتش بيختلف برضو على حسب الوزن بتاعك. لو انت وزنك كبير بتنفخ ضغط الكاوتش على ضغط عالي، لو انت وزنك قليل شويه بتنفخ ضغط الكاوتش على ضغط اقل. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عايز تعرف العجله المناسبه معاك ابعت لي طولك ووزنك في التعليقات وانا هقول لك العجله المناسبه معاك. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.